يا صباح الفل، صباح الخير، صباح الهنا عليكم. صباح معطر برضا الرحمن. لسه بتشتروا الفراخ المشوية من بره؟ لسه بندفع فيها فلوس كتير؟ طب ما يلا نعملها مع بعض بوصفة تحفة. عندي هنا بصلتين وسط، تمام، وعندي قرنين فلفل بارد، واحد حامي، عندي حبيتين طماطم، كل ده في الخلاط، وكم فص توم في الخلاط. بقى عايزاها ناعمة تبقى في الخلاط، عايزاها تبقى جريشة كده وتحس بطعمها، هتعملها في الكبة لفة واحدة. تمام، بقت كده ايه جاهزة عندي يعني. حلو، لا وقولوا لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حط بقى التوابل، حط بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل، بهارات فراخ، شوية كزبرة. تمام كده، وهنحط الملح بتاعنا، وهنحط شوية زيت كمان، حبة زيت صغيرين يعني، معلقتين 3 زيت. تمام، وعندك تسبيك الطماطم بتاع المكرونة، حطي معلقتين، ما عندكيش ممكن معلقتين صلصة. تمام كده، ادي بقت عندي الخلطة تحفة. عايزاها بقى في فراخ، عايزاها في لحمة، جميلة جدا. انا عندي الورك قطعات 2 دبوسة والجزء التاني بتاعها. تمام، بحط بقى تحت الجلد كده يعني بغمرها جامد في التتبيلة دي، وبسيبها شويه. لو انتي عايزه تعمليها من بالليل ممكن تعمليها بالليل وتحطيها في التلاجة، وتاني يوم تشتغل عليها على طول. تمام، عندي بقى هنا صينيه بطاطس اهيت، بطاطس وعليها ايه، بصل جوليان. هبدا بقى ارص عليها ايه الفراخ دي هتنفعك كويس جدا في العيد. هو عيد لحمه بس برضو بنغير، نعمل الفراخ. عندك عزومه، عندك فرح، بتبقى جميله جدا. وطبعا البطاطس بتاخد بقى من طعم الفراخ، بتبقى حكايه. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حط اللايك يا ست الكل، و... واعملي اشتراك للقناة، واكتبي لي كومنت حلو كده صلي فيه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده كان فطار أول يوم صيام إن شاء الله في العشر الأوائل من ذو الحجة. كل عام وأنتم بخير، ربنا يتقبل منا يا رب صالح الأعمال، و... ويجعلها أيام مفترجة علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين يا رب. بصوا منظر الصينية تحفة. هبدأ بقى أغطيها بورق فويل، وإيه، وأحطها في الفرن. دي هتاخد من ساعة لربع الساعة. أول ما هتبدأ تستوي هشيل بقى الورق الفويل من عليها، وأحط إيه، وولع الشواية. تمام، بقية الفرخيات أنا كنت جايبة فرخة و3 وراك. خدت طبعا ال5 وراك عملتهم، وخدت الصدر اهوت هعينه في التلاجة لحاجة تانية. وكمان بقيت بقى الجوانح والكبد والأنثى والحاجات اللي هي الحاجات التانية دي هعملهم بشوربة عشان اعمل شوية ملوخية. يبقى الفرخة و3 وراك عملنا منهم 3 أكلات. صينية بطاطس، هنعمل كمان رز منهم رز بسمتي، وهنعمل كمان ملوخية. بصوا حاجات كتير جدا. دي بقى بقية الورك، انا باخد الحتة اللي فيها اللحم، وبقية الورك بايه بواقي اللحم برضو. يعني خدت الورك على 3 اجزاء لاني كنت جايبه الورك كبير، خدته على 3 اجزاء. خدت جزئين في الشوي، وهاخد الجزء ده هعمل عليه ايه، الرز البسمتي. هو تقولي الرز بسمتي، هنقول الرز المصري بالكركم. تمام، وده جزء باقي من الخلطة برضو بحطها ايه على بقية الفراخ دي. لسه ما حطيتيش اللايك يا ست الكل، بحياة حبيبك المصطفى يا رب يوعدك بزيارته. لا تحطي لايك وتكتبي لي كومنت تصلي فيه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا حطيت شويه زيت بسيط او حته سمنه حسب ما انت عايزه، وبدات اشوح الفراخ وايه مع التتبيله. حطيت بقى ورقتين لولا، حطيت عودين قرفه، وهبدا بقى احط ايه، دي توابل جاهزه للكبسه، بيبقى اكياس جاهزه. انا جبت كيس حط منه ايه معلقتين كبار، وعززته بايه معلقه كركم عشان يبقى اللون اصفر اللي احنا بنحبه. تمام، ده رز مصري مش رز بسمتي، رز مصري. الرز البسمتي الكيلو ب80 جنيه.
طبعا عشان تعملي اكله زي ديت وتجيبي رز وتجيبي فراخ وما اعرفش ايه هنخش لنا في 1000 جنيه. لا احنا هنقضي بالرز ال- المصري ابو 25 جنيه. تمام. نحط الميه بتاعته بقى ونسيبه ايه يستوي. اهو استوى بسم الله ما شاء الله، فرفر وزي الفل اهو. وادي صينيه البطاطس. بس مش هعمل الملوخيه النهارده، انا هخلي الشوربه وهعمل ملوخيه بكره عشان يكون في بواقي من الاكل، هنعمل ملوخيه جنبها. تمام. اهو الاكل كله مع بعضه مش في حاجه هتغطي على حاجه. تمام كده. اهو بصوا الفراخ دايبه دوب، والطعم والريحه جنان. مش هقولك بقى على الطعم، ولا شويه بطاطس بقى زبده. اه الفراخ مستويه خالص، يمكن ما خدتش والله الساعه الا ربع، اقل من كده كمان. تحطيها على اول رف في البوتاجاز من تحت. اول ما خلاص تستوي، تشيلي بقى الورق الفويل وتاخد وش من الشوايه. لو شغاله فوق وتحت هتعملي ايه؟ يلا. وهتنسي اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. صلوا على الرسول في الكومنتات. سلام، بحبكم.